بيتزا ترانش بالقمح الكامل صحية تقنع وتشبع، وما فمش خير من ماكلة صحية في دارنا. وهكا نقص شوية من الفرينة. خذيت حليب دافي، زدت مغرفة كبيرة خميرة خبز وخليتهم يتفاعلوا 10 دقائق، ونخلط النواشف وحدها. خذيت قمح كامل وزدت شوية ملح وأربع مغارف كبار زيت زيتونة، نحركهم مليح وبعدين نصب عليه الحليب والخميرة ومغرفة كبيرة خل. وحطوا في بالكم القمح يشرب برشا سوائل، ماهوش كيما الفرينة. أنا صبيت نصف الكمية، عجنتها وخليتها ترتاح 5 دقائق، لقيتها شاحت دونك زدتها الكمية الأخرى وعجنتها مليح مليح لين تحصل على بات طرية. وإذا حسيتوها كاسحة وما تتمشاش معاكم بالباهي في ديكم انتوما زيدوها الحليب وأعجنوا مليح. بعدين دهنتها بالزيت وخليتها تتخمر، وديجا راهو القمح رزين دونك ماهيش باش تتخمر كيما الفرينة بالضبط. خليتها ترتاح سويعة وبعدين خديت بابي كويسون قصيته على كبر البلاتو الفور متاعي، وبعدين حليت العجينة بالقلقال. ماذا بيكم تحلوها تكون البات جويدة على الاخر، خاطر الخشن اللي باش تحطوه هذيك هو الريزلتا فينال. اذا تحبوها خشينة راهي باش تطول في التطيب شوية. وبالنسبة لطريقة التطيب، راهو القمح يشرب برشا رطوبة وصوص تومات فيه برشا ماء، دونك نسخنوا الفور من قبل على 190 درجة، نحطوها بين 10 و 15 دقيقة البات وحدها. بعدين نجبدها ننقب بالفرشيطة ونحط عليها صوص تومات ونرجعها 15 دقيقة وإلا 10 دقائق أخرين جوست الصوص تومات يشيح. حطيت هيك التشخيخة التونسي بتاعنا، بيان سور ما ننساوش التن، العظم ربي، فلفل، البصل والطماطم والزيتون والمعدنوس. صحة وفرحة، وننصحكم جربوها وتفكروني.